بهدف دعم بنك الدم ومصلحة مرضى السرطان بمستشفى بوقرب والعرس ببلدية بكارية بولاية تبسة بكميات من الدم. ينظم مركز حقن الدم بالمستشفى المذكور آنفا حملة تبرع بالدم بالتنسيق مع اللجنة الدينية لمسجد الإصلاح بالشريعة. الطبيب طارق بربيش يتحدث عن هذه العملية لإذاعة تبسة. نظم اليوم مركز حقن الدم التابع للمؤسسة العمومية الاستشفائية بوقرب والعراس بكارية بالتنسيق مع اللجنة الدينية لمسجد الإصلاح والشريعة حملة تبرع بالدم لفائدة المرضى المقيمين بالمؤسسة. وقد ساهمت هذه الحملة بتزويد بنك الدم بأكثر من 60 كيس. كما نتوجه بالشكر الخاص للجنة الدينية وإمام المسجد على كل مجهوداتهم. كما نتوجه بأسمى عبارات الشكر والاحترام لسكان الشريعة الذين لبوا هذه الدعوة. إمام مسجد الإصلاح بالشريعة السيد عبد الستار بوزيدة يوجه تشكراته لمرتدي مسجد الإصلاح من المصلين الذين تفاعلوا بقوة مع حملة التبرع بالدم، سائلا المولى عز وجل الشفاء العاجل لكافة المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. حملة دائبت عليها مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع مديرية الصحة لفائدة إخواننا المرضى بمستشفى بوقرب والعراس المصابين بمرض السرطان. نسأل الله عز وجل لهم الشفاء العاجل. كما نشكر رواد مسجد الإصلاح وسكان مدينة الشريعة على تفاعلهم. الله عز وجل لإخواننا المتصدقين والمتبرعين أن يديم عليهم الصحة والعافية. المواطنون المساهمون في إنجاح حملة التبرع بالدم ثمنوا هذه المبادرة مثل ما يقول هذا المتبرع. بسم الله الرحمن الرحيم. مبادرة جيدة ونشكر إمام المسجد ونذكر مديرية الشؤون الدينية وكذا الطاقم الطبي لمستشفى بكاري على هذه المبادرة وكل المواطنين المساهمين. إذاعة الجزائر من تبسة راسلكم أحمد بوقرة إلى. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.